عايز الحقيقة يا صديقي العزيز، محدش هيطبطب عليك، محدش مهتم بوجعك قد ما مهتم يشوفك ان انت ضعيف. مش أسوأ، ده الواقع. انت بتقع كل يوم بس بتضحك قدام الناس، مش علشان قوي، علشان محدش يستغلك. بتنام وانت متكسر وتصحى تمثل انك تمام، اللي حواليك فاكرينك انك صخر، بس محدش جاي يشوف الشق والكسر اللي موجود فيك. اصعب حاجة انك تتواجع لوحدك، ما تعرفش تتكلم وما ينفعش تفضفض، علشان اول ما تتكلم هتتحاكم. هيقولوا ضعيف، هيقولوا انك بتتدلع، وهيقولوا كمان ان هو بيمثل وجع. فبالتالي بتسكت وبتكتم وتدفن جواك كل شيء كسرك وكل شيء وجعك ومحدش حاسس بيه. بس لو وصلت معايا لحد هنا اسمعني كويس، اللي اتكسر وما هربش ما انتهاش، واللي اتوجع وكمل ده مش ضعيف. انت مش محتاج حد يفهمك، انت محتاج نفسك ما تسيبكش. الاخر محدش هيطبطب عليك، بس على الاقل انت ما تكسرش نفسك بايدك. يكفي انك لسه واقف على رجلك. نهاية الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب والكومنت والشير الرايق. سلام واشوفكم في اللحظة الجاية.